الجمله الاسميه او درس فيها، ومهم قوي ان يكون مظبوط، اللي هو ادوات التعريف والتنكير. حلو. طيب احنا قلنا المنظر ده يهمني ان انا الكلمه مش بعمل فيها اي حاجه في القبطي، اللي بيفرق معايا الاداه اللي بلزقها في الاول. يعني انا الكلمه عندي في القبطي، وده لكلمات كتيره مش بتتغير عندي الاداه دي بتعرفني مليون حاجه. الكلمه دي معرفه ولا نكره؟ الكلمه دي مفرد ولا جمع؟ طب انا الكلمه محتاج اغير فيها مؤقتا، مش محتاج اعرف اي حاجه غير الحته دي. الكلمه زي ما هي، غير بس الاداه اللي في الاول. اول حاجه انا اخدها ادوات التنكير. ادوات التنكير ايه هما؟ هو وهو. تمام. الاو للكلمه المفرد، هي كده الاثنين دول ادوات تنكير. كده خلاص اول حاجه عرفتها من هستخدم الادوات دي ان الكلمه نكره. مشكلتي بقى مفرد ولا جمع؟ او مفرد، هون جمع. طيب هل محتاج امثله؟ مش مشكله، بس يعني لو انا عايز اقول رجل مثلا ورجال عشان بس اطبق الفكره دي. احنا قلنا الكلمه ما بغيرش فيها حاجه. رجل يعني ايه؟ رو مي. طيب عايز اقول الرجل ورومي، دي الاداه بتاعتي. الرجال، انا اسف، رجال، برافو عليكي، فتبقى هان رومي. بس كده. هل الكلمه اتغيرت؟ لا. طيب كده ادوات التنكير خلصت. يلا بينا على بعض. ادوات التعريف. ادوات التعريف عندي جزئين، عامه وخاصه. حلو. العامه ايه هما؟ بي، تي، ني. اتفقنا خلاص ان مكانهم هنا. تمام. طيب ايه الفرق بين دول؟ ان الكلمه معرفه بس مفرد مذكر، كلمه معرفه بس مفرد مؤنث، الكلمه جمع سواء مذكر او مؤنث مش هيفرق معايا. طيب ماشي. عن نفس المثل برضو بتاع الرجل، لو قلت بي رومي يبقى كده الرجل. الرجال مي رومي. انا محتاج اعمل اي حاجه تاني؟ لا. طيب ادوات التعريف الخاص هنحفظها ازاي؟ ادوات التعريف الخاص هم الاربع ادوات دول. ايه الفرق بينهم؟ الفرق بينهم هي مجموعه الحروف دي. تمام، مجموعه الحروف دي. طيب الفكره كلها ان انا هبص على اول حرف في الكلمه. اول حرف في الكلمه لو حاجه من الحروف دي اللي هي فيلمنور، دي مش كلمه بس يعني احنا بنقراها فيلمنور، لو اي حاجه من دول فهيبقى ان الكلمه دي هختار منها يا اف يا اس. طيب لو كان اول حرف ده مش فيلمنور، لا يعني مش حاجه من السبع حروف دي او الكلمه دي، فهختار يا بي ات. الاثنين دول لو الكلمه معرفه مفرد مذكر، الاثنين دول لو الكلمه معرفه مفرد مؤنث. والفرق بين دول طبعا زي ما قلنا ان فيلمنور ولا لا. نحفظها ازاي؟ اف اس فيلمنور اب ات لا، اف اس فيلمنور اب ات لا. هل محتاجين امثله؟ لا. تمام، يلا بينا. طيب سريعا كده الادوات العامه الادوات الخاصه. عندي اخر حاجه اداه تعريف خاصه برضو بس دي للجمع، اسمها نين. نين دي مشكلتها ان هي ليها شرطين، ان الكلمه لازم تكون جمع ولازم تكون معرفه بالاضافه. طيب يعني هناخد المثالين اللي عندنا ودول بس اللي احنا محتاجين نكون عارفينهم مؤقتا. يعني رجال رجال المدينه وبنات المسيح. ماشي. المثالين اللي عندنا رجال المدينه وبنات المسيح. تعالى مبدئيا نعتمد القاعده دي واحنا بنترجم اي حاجه، وده الترتيب بتاعنا واحنا بنعمل اي حاجه عموما عشان ما يتروش. انا عايز اكتب كلمات وعايز احط ادوات وعايز اربط بينهم فهتلخبط. بمنتهى البساطه رجل يعني ايه؟ احنا لسه قايلينها دلوقتي، رو مي. شكرا. انا لسه محتاج الاداه بتاعتها. طيب مدينه يعني ايه؟ فو كي. لسه برضه محتاج الايه؟ الاداه بتاعتها. كده انا كاتب الكلمات من غير اي حاجه. نبدا بقى نحط واحده واحده الادوات بتاعتها. طيب هنا المدينه باينه اهي، المدينه دي كلمه معرفه مفرد مؤنث. احط ايه؟ تي فوكي. طب هل ينفع احط ات؟ الاثنين صح. تمام. طيب تي فوكي دي كلمه جمع بالعربي اهي بس نكره، لكن لا الكلام ده غلط. جمع معرف بالاضافه، يعني المفروض تكون الرجال بس مش عارف اقول الرجال للمدينه فبشيل الف واللام بتاعت اول كلمه، فهي معرفه بس بالاضافه. فهتبقى ساعتها بقى بدل ما هقول ني هتبقى ايه؟
2. طيب انا كده خلصت كل حاجه. هل كده انا خلصت؟ دي الدروس اللي عليا، الكلمه وادوات التعريف وخلصت. يجي يقول لك لا، بالانجليزي لو ترجمت هتلاقي نفسك بتقول كده زي من اوف حلو بسدي، صح؟ انا عندي كده اداه التعريف اهي، واداه التعريف الثانيه اهي، الكلمات اهي. عندي مشكله واحده بس ظهرت جديده، الاوف. فالعربي مش باين عندي بس الانجليزي باين. فالاوف دي عندنا في القبطي ليها شكلين، اني احط انتي وتبقى منفصله كده، او اني الزقها هنا هتبقى انتي فوكي، والاثنين صح. انا برشح ايه دايما دايما دايما؟ خليك في دي واشتري دماغك، لان دي ليها قواعد لسه هنشرحها كمان شويه. فنين رومي انتي تي فوكي او ات فوكي الاثنين صح، لكن هينفع اغير النين دي ليه؟ لانها كلمه جمع معرفه بالاضافه. نفس الفكره، اول حاجه بكتب الكلمات. بنت، طب هي بنات؟ لا، احنا قلنا في القبطي بنكتب الكلمه والاداه هي اللي بتعرفني كل حاجه، مفرد ولا جمع. بنت يعني شيري. نفس الفكره، مسيح يعني خريستوس. واحد طبعا عارفين ان هي ايه؟ دي خريستوس، البي اهي صح؟ ايه؟ خريستوس، كلام ممتاز. فانا كده ناقصني ايه هنا؟ هذه التعريف بتاعتها. هنا كلمه بنات مش هينفع بقى زي ما قلنا البنات المسيح، لا هي بنات المسيح معرفه بالاضافه وكلمه جمع اهي، فتبقى نين شيري. كده خلصت؟ لسه باقي لي الاوف. فهتبقى زي ما قلت لكم اشتري دماغك واعمل انتي. عايز تلزق هتبقى ام بي، تمام؟ بس احنا زي ما قلنا هنشتري دماغنا ونعمل ايه؟ اداه ربط المنفصله بتاعتنا. طيب كده احنا خلصنا الدرس بنسبه 80% كمعلومات اساسيه. بقينا بس حاجه واحده فيه، هي ايه؟ معلومات اضافيه لازم نكون عارفها. طبعا منطقي ان الكلام اللي انا قلته فوق ده بيبقى اكيد ليه حاله شاذه، يعني اكيد مش اي كلمه احط قبلها الاداه بتاعتها شكرا انت كده جمعتها والكلمه ما تغيرلهاش حاجه. لا، اكيد في كلمات بيشذ عنها الموضوع ده. هل طيب نفس الكلمات لو غيرت عليها ادوات التعريف العامه والخاصه هي دي نفس المعنى؟ لا، في كلمات برضه بتتغير. هي امثله هتبقى محفوظه والموضوع خلص على كده. عندي كلمتين لو غيرت اداه التعريف العامه الخاصه اديني معنى جديد. ايه هما الكلمتين طيب؟ عندي يود ويوم. ما احنا المعنى طبعا اللي احنا عارفينه دايما اللي هو ايه؟ اف يود يعني الاب. كلام ممتاز. طب هل لو عرفتها بالبي هيبقى نفس المعنى؟ لا، الاب تبقى الشعير، وخلي بالك اني بقول الاب الشعير لان دي ادوات تعريف. طيب نفس الفكره هنا، اف يوم كلنا عارفين ان هي البحر. طب هل لو حطيت البي يوم هيدي نفس المعنى؟ لا، تبقى المعصر. طيب احنا هنحفظها ازاي؟ اداه التعريف الخاصه تديك المعنى اللي انت عارفه، اداه التعريف العامه بتديك المعنى الجديد اللي انت مش متاكد منه. وعشان ما تتلخبطش من دول احفظهم كده، الاب الشعير، اب الشعير البحر المعصر، اب الشعير البحر المعصر. دي امثله مشهوره بتيجي كل سنه ومفيش غيرها في الكراسه. اب الشعير البحر المعصر، اب الشعير البحر المعصر. الاف تديك المعنى اللي انت عارفه، البي تديك المعنى الجديد اللي هو الاب الشعير البحر المعصر. وخلي بالك ان كله ايه؟ الشعير المعصر، ادوات تعريف عام. طيب ده كده جاوبنا اول سؤال، هل لو كل الكلمات حطينا غيرنا عليهم معنى هيتغير؟ لا، بس هم بس دول الكلمتين اللي عندنا ليهم امثله. طيب نجاوب على سؤال تاني المفروض يتسال، هل كل الكلمات لو غيرت عليها او انا حطيت اداه الجمع كده انا مش محتاج اغير الكلمه؟ لا، في شويه امثله برضو المفروض نكون حافظينها. الكلمات دي مختلفه ليه؟ او دي كلمات مميزه ليه؟ لان انا لما باجي اجمعها احنا في العادي بنثبت الكلمه وبغير بس الاداه عليها. لا، هعمل حاجتين، انا هغير الاداه، الادوات بتاعتي ايه؟ هتبقى ايه؟ الجمع كده كده سواء مذكر او مؤنث، كده كده ايه؟ اني بتعمل. انا ليه عمال اعمل دوائر كده؟ عشان تبقى الرسمه دي قدام عينيك دايما، ان الكلمه بحط قبلها ايه؟ اداه. الاداه دي هي اللي بتعرفني كل حاجه، الكلمه دي مفرد ولا جمع. مبدئيا كده بالنظر كل الكلمات اللي على اليمين دي جمع ومعرفه. بالنظر كل الكلمات اللي على اليمين دي جمع، انا اسف، مفرد ومعرفه. بس الفرق بس الوحيد في كلمه مذكره وكلمه مؤنثه. شكرا. هل ده اختلف في حاجه؟ لا. طيب فما تنساش وانت بتعمل دول تبقى بتترجم بالعربي ايه؟ الكذا، كلها ادوات معرفه.
ما بنسى الحته دي كلها ايه؟ ادوات معرفه. لا هنحفظهم ازاي؟ نصيحه احفظهم على بعضيها، يعني دي الكلمه ودي جمعها. تمام؟ السماء السماوات، اتفيني في اوي، الاب الاباء، افيوت نيوتي. تمام؟ يبقى اتفيني في اوي، افيوت نيوتي. الولد الاولاد بيقالوا نيقالوا اوي، بيقالوا نيقالوا اوي. ما تنساش ان انت قلت ايه؟ لو. ماشي؟ لو اوي. تمام؟ بي ارفي ني ار في او اي، بس احنا ايه؟ ني ار في اوي عشان بس ايه تبقى راكبه على بعضيها. بي ارفي ني ار في اوي. تي اتشالوج ني اتشالافج. تمام؟ اللي هي الرجل الارجل. بعد كده افيارو نيارو او اللي هي النهر الانهر. طيب في حاجه بس عايز اقول لك عليها بالنظر كده، بالنظر كده هتحسوا ان في حاجات شبه بعضيها. يعني مثلا الختام ده هتلاقيه متكرر في حاجات كتير قوي، فوانت بتنطق هتلاقي نفسك حتى مش متلخبط. يعني فيني في اوي، بيقالوا ني اوي، بي ارفيني في اوي. فدي حاجه هتاكد لك ان انت ماشي صح. يعني في كلمات في الجامعه حتى تحس ان هي راكبه على بعضيها. تمام؟